من ضمن البرمجيات اللي القرآن الكريم بيعالجها هي برمجة ان الحاجة اللي انا بحبها وعايزها هي اللي فيها الخير وهي الكويسة، والحاجة اللي انا مش عايزها وبكرهها هي فيها شر ليا ومضرة ليا ومش حلوة ومش هستفيد منها. دي برمجة عندك. فالقرآن الكريم جه يعدل لك البرمجة دي ويقول لك ايه في آية عظيمة جدا وكلنا عارفينها وكلنا حافظينها، بس محدش وقف عندها وتدبرها وفهم المعنى الراسخ من الآية دي. هي الآية دي الهدف منها البرمجة العقلية. وليه البرمجة العقلية دي؟ علشان انت لما تفهم وتبرمج عقلك على اللي الآية عايزة تبرمجك عليه، انت هتستقبل أحداث في الحياة صعبة وتقيلة هتستقبلها أهون وأيسر بكتير قوي مما انت لو كنت لسه ما اتبرمجتش البرمجه دي. وبالتالي النهارده لما يجي القران الكريم يقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، حلو، يعني ايه؟ يعني مش كل حاجه انت بتكرهها هي هتضرك، مش كل حاجه انت بتكرهها هي فيها شر ليك. ايه ده معقول انا ممكن اكون بكره حاجه معينه ويبقى فيها خير ليا؟ مين اللي قال كده؟ انت؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده في القران مش انا. وكمان بيقول لك الغي برمجه ثانيه بتاعت اللي هو وعسى ان تحبوا شيئا وهو ايه؟ وهو شر لكم. يعني ايه يا رب؟ يعني انت ممكن تكون بتحب حاجه معينه وحابب تعمل حاجه معينه، بس الحاجه دي انت لو عملتها ولو وصلت لها فيها شر ليك وهتاذيك. فهتيجي تقول لي بقى ايه؟ بص، ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى، هو عارف احنا بنفكر ازاي، فيختتم الايه العظيمه ديت بايه بقى؟ يختتمها بايه؟ عشان هو عارف انت كبني ادم دماغك هتروح ازاي، وانا هقول لك دلوقتي وبعدين هقول لك على الايه. هو عارف ان انت كبني ادم انت ليك عقل. العقل ده عنده حاجه اسمها المنطق اللي بيقول 1+1=2 مش 3، صح؟ فبالتالي انا لو قلت لك ان ممكن 1+1=3 انت مش هتقتنع، دماغك مش هتجيب. يعني ازاي؟ مش منطقي. زي بالظبط لا، انا حابب ان انا اشتغل في الشغلانه دي عشان مرتبها عالي واكسب منها واعيش مرتاح، حلو. فانا اقول لك انه لا، ممكن الشغلانه دي تضرك، فتقول لي ازاي؟ لا، الشغلانه كويسه ومرتبها عالي، تمام. فبالتالي انت مش هتعرف تقتنع ان ممكن تكون فيها ضر ليك او شر ليك. فربنا سبحانه وتعالى مش هيجادلنا في الجزئيه دي، مش هيشرح لنا بقى خلاص، انما يقول لنا ايه سبحانه وتعالى؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. يعني دي بقى بتاعت ربنا. انت بقى يا بني ادم دي مش بتاعتك، عقلك مش هيستوعبها ان ممكن تبقى الحاجه اللي انت بتحبها فيها شر ليك. عقلك البشري بالمنطق مش هيستوعبها، مش هيستوعب ان الحاجه اللي انت بتكرهها ممكن تفيدك. فبيقول لك انت برمج نفسك على كده، ولما تيجي عقلك يناقشك قول له ايه؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. حلو. ولو انت بصيت بقى لحياتك من سنه واثنين وثلاثه، انا واثق ان كل الناس اللي موجوده في اللايف هنا، انا واثق ان هم كانوا في حاجات كارهينها ان هي تحصل، وبعديها بفتره ربنا فتح عليهم بالحكمه وقالوا الحمد لله ان انا حصل لي كده، الحمد لله ان انا اترفدت بالشغلانه الفلانيه، الحمد لله ان انا ما اتقبلتش في الوظيفه الفلانيه، الحمد لله ان انا ما ارتبطتش بالانسانه الفلانيه، الحمد لله ان انا طلقت الانسانه دي، الحمد لله ان ابني توفى، الحمد لله ان عربيتي اتخبطت. في ناس حصل معاهم كده، وفي ناس تانية حصل لهم حاجات هم كانوا حابين ان هم يحصل لهم الحاجه ديت، انه يشتغل في مكان معين واتاذى في المكان ده فاكتشف انه ما كانش خير ليه. فبالتالي انت فعلا الحياه اثبتت لك ده. وطبعا ده موجود برضو في سوره الكهف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نقرا سوره الكهف كل جمعه. ليه؟ رائد الافكار المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي. ما تنسوش